بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهارده هننضف البيبان بتاعه الشقه بتاعتنا بكل سهوله وبمكون بسيط جدا، وهو ده اللي في الحله في البوله ده. شويه ميه صغيرين كده، كوبايتين، عليهم شويه بريل، هيخلي لك الباب بيلمع. وطبعا السفنجة ديت اهم حاجة في الموضوع، لان طبعا مش عايزين نحك الباب بحاجة، علشان طبعا ما تحكيش الباب بسلكة ولا باي حاجة علشان خاطر ما يتجرحش منك. اهم حاجة طبعا زي ما قلت لكم السفنجة بتبقى طرية ومرنة كده، وبتعمل معاكي رغاوي كتير، وما تتكي عليها جامد على الباب هتعمل معاكي الباب بكل نظافة وتنضف لك لو اي حاجة عليه. طبعا البيبان ما بيبقاش عليها حاجة مثلا من مسك الاطفال، دبانة وقفت على الباب، شوية تراب بساط كده، لان طبعا ايديكي بتبقى فيه على طول. خلي ايديكي في الحاجة على طول، ان انت تنضفيها على طول كده وتاخدي بالك منها، ما شاء الله هتريحك في كل تنظيفة، هتلاقيها مريحاكي جدا. زي ما قلت لكم بقى ان احنا هنعملها كده بالبريل وبالسفنجة، لان السفنجة بتبقى آه خفيفة كده وحلوة، ما بتجرحش الباب. كده كنت اهيت بغسل الباب معاكم كده بكل سهولة. وممكن برضو تعملي بها الحيطان، جميلة جدا. انا بصراحة عملت بها الحيطة وبس ما صورتهاش معاكم، هبقى اعملها فيديو تاني بعد كده ان انا امسح بها الحيطان بتاعة الصالة، لان طبعا احنا كل قعدتنا في الصالة، فعشان كده الصالة بتبقى هي اكتر حاجة بتتمرمط من ايد الاولاد كده، ومن ان هم يسندوا عليها. طفل يخش عندك صغير، طبعا انا عيالي كبروا ما شاء الله، يعني ما عادوش صغيرين ان هم يخلوا الحاجة تتوسخ وكده. بقيت بنضف، بتفضل الحاجة نظيفة زي ما هي كده. بقى كنت بوريكم ان انا خلصت كده غسيل الباب، وهمسحه بقى كده بحتة قماشة، اي حتة قماشة عندك تكون نظيفة، تطوقي كده تطويقة حلوة كده مكان الغسيل. ما تبقيش تكتري برضو المية على الباب. انت بتنزلي السفنجة في المية بالبريل وتعصريها، وبعدين بقى تمسحي بقى كده، علشان كمان ما يبوظلكيش الخشب. المية ما تبوظش الخشب، تبقى حاجة بسيطة كده، هتخلي معاكي الباب بيلمع ونضيف جدا. دي طبعا عروسة كانت عائشة لزقها على الباب، كانت كسبها في البان باين او كاراتيه، فبتقول لها شيلها تشيلها يا ماما، قلت لها لا، خليها محطوطة. اهيت بوريها لكم ان هي عروسه جميله كده، كانت جميله بس خلاص بدات ان هي اللزقه بتاعتها تبوظ كده. كنت خلصت بقى تنظيف في الشقه ومسح البيبان كلها، مسحت بيبان الشقه كلها علشان خاطر لو عليها تراب ولا عليها حاجه. كنت جايبه سبانخ وخضره محشي اهيت، هنعملها بقى مع بعض كده جنب الاكل بتاعنا. كنت طبعا عاملة طيور في اليوم ده، كان ابو علي تعبان، وكنت عاملة طيور بقى. كنت عاملة له الديك الشمرت اللي كنت منضفاه معاكم، وكنت دابحة بطاية حلوة كده جنب من الديك عشان لنا. وابو علي بقى سبت له الديك كده علشان طبعا البط سمين عليه لانه كان تعبان، فحبيت اعمل السبانخ جنبها كده. اللي حابب ياكل حاجات من ديت، سبانخ بعيش وكده في ريح الاكل ياكل، واللي حابب ياكل بقى شوربه ورز و... ولحمه ياكل كده. بقى كنت غسلت السبانخ كويس وبخرطها اهيت. لو انت حابه تخرطها بالمخرطه عادي بتتخرط بالمخرطه، بس انا بحب اخرطها بالسكينه. كل واحد يعمل الحاجة زي ما هو ما بيحب وزي ما هو متعود، واحنا بناخد يا حبيبي افكار من بعض. طبعا عارفة ان انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس احنا بنساعد بعض في الافكار. في بنات صغيرة كده بتبقى داخلة على جواز، بتبقى متجوزة، وبيحبوا ان هم يعرفوا الحاجات ديت، إن طريقة الطبيخ، ياخدوا افكار مني ومن غيري علشان يزودوا معلوماتهم. فطبعا ربنا يوفقنا جميعا، وكل اللي بيتمنى حاجة يحققها بإذن الله.
خلاص بقى كده كنت خرطت خضرة المحشي عليها. كنت عاملة ايه الصلصة، هنزل بها بقى ايه بالسبانخ كده وخضرة المحشي على الصلصة بتاعتنا. طبعا التخديعة والصلصة ديت بتعمليها زي اي تخديعة بتعمليها لأي طبيخ، زي ما انت متعودة وزي ما انت ما بتحبي. خلاص بقى كنت حطيت ايه السبانخ على التخديعة بتاعتنا اهي. بس انا بقى بحب السبانخ بالعدس، مش بعرف اكلها انا وولادي الا بالعدس. مين فيكم بقى اللي بياكل زينا السبانخ بالعدس كده؟ السبانخ بالعدس تحفة، طعمها رهيب، طعمها جميل جدا. وبحبها جدا بالمرقة بالشوربة بتاعة الطيور. لو ما عندكيش شوربة وفي الوقت طبعا اللي انت هتعملي فيه اعمليها بالمرقة، بتبقى جميلة برضو. بس طبعا انا كنت في اليوم ده زي ما قلت لكم عاملة طيور، فحبيت اعملها جنب مني علشان ازودها شوربة من بتاعة البط اهيت كده. بقى كنت حطيت العدس عليها وهديت عليها بقى ايه تسرد المية بتاعتها كده على نار هادية وتلف ببعضها شوية، وبعدين بقى زودها شوربة. طعمها كان رهيب، جربوها معايا والله العظيم طعمها تحفة. شوفوا عاملة ازاي، طعمها جميل. اهم حاجة في الطبيخ ان انت ما تخلوهوش مية كده والحاجة عايمة فيه، سبكيه كده عشان يبقى طعمه لذيذ كده وتحفة. كده بقى كنت خلصت السبانخ، فقلت بقى ايه اعمل بقى احمر شوية شعرية كده مع بعض علشان خاطر نعمل رز كده بشعرية جنب اللحمة بتاعتنا. صلوا كده بقى على النبي كده واذكروا ربنا كتير عشان ربنا كده يحبنا ويقرب مننا كده زي ما احنا ما بنحبه. كتروا كده من الصلاة على النبي يا حبايبي. الصلاة على النبي جميلة جدا، خليكي كده قريبة من ربنا وما تخليش اي حاجة تاخدك من ربنا. مهما طال ان احنا بنشتغل وان احنا بنعمل شغل ما تبعدوش عن ربنا. خلي ربنا معانا كده على طول. خليكي فاكراه، خليكي صلي، خليكي كتري من الصلاة كده على الرسول. صلي صلي وصلي وما تسيبيش ولا ركعة. صلي الصلاة جميل، اقرأي قرآن. انا الحمد لله الحمد لله ختمت القرآن كتير جدا. انا الحمد لله عاملة وقت ليا ان انا ليا ساعة في اليوم ان انا بقرأ فيها جزء جزئين. بحب اختم القرآن على طول، مش شرط في رمضان. اعملوا زيي اعملوا زيي واقرأوا القرآن، ادوا ربنا حقه وادوا ربنا وقت ليه زي ما احنا ما بندي لأولادنا ولكل حاجة في حياتنا وقتها. طبعا احنا اولادنا طبعا اهم حاجة في حياتنا. بنديلهم كل حاجة، منستخسرش فيهم حاجة. بن عارفين ميعاد اكلهم، عارفين ميعاد شربهم وما بنستخسرش فيهم حاجة. طبعا ربنا كمان عطينا نعم كتير جدا، فاحنا مش عايزين نستخسر ايه في اي حاجة، وعايزين نصلي كده ونقرب منه، وهو صلاتنا وقرآننا هو اللي هينفعنا يوم القيامة. كده بقى كنت بوريكم ان انا كده ايه خلاص اللحمة طابت اهيت وهحمر بقى ونتغدى. كنت جايبة خضار كده وقلت اغسله في ريح الاكل كمان. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، الروتين بتاع النهاردة ده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونوش باللايك وبالاشتراك في قناتي على اسرار الطبخ مع عمو علي، واكتبوا لي وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات. ولو حابين اي حاجة ان انا اعملها لكم جديدة او اي موضوع نتكلم فيه سوا، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم وعايزين ايه. كده بقى كنت خلاص اهوت بفك الخضار طبعا، لان طبعا انا ببقى ماسكه التليفون بايد واحده فبعمل بايد واحده. بعد ما فكيت الخضار كده بقى وخدت نقعته في شوية خل كده وليمونة علشان لو في اي ميكروب كده، وبشطفه واظبطه علشان ما يبقاش في اي حاجة. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون ضيفة خفيفة عليكم كده، وتكوني بتحبوني زي ما انا بحبكم. بحبكم جدا جدا. يا رب يبارك لكم ويصلح حالكم. وبشكر كل حبايبي اللي بيخشوا له جديد، اللي من مصر واللي من بره مصر. وبشكر كل مشاهدين اللي بيشاهدوني. يا ريت يكونوا بيحبوني زي ما انا ما بحبهم كده. طبعا كنت جايبه الجرجير ده الربطه بجنيه والبصل ده الربطتين ب3 جنيه. احنا عندنا في الشارع بصراحه كل حاجه بتعدي من قدام الباب مع الناس التجار كده، وبناخد ايه منهم.
ده غير يوم السوق طبعا. يوم السوق بنجيب كل حاجتنا من السوق، بس خضار لو احتاجنا في يوم في وسط الاسبوع ولا حاجة. ناس كتير بتلف، بيلفوا بليمون، بيلفوا ببصل وخضار، بيلفوا بلفت، بيلفوا بكرنب وكل حاجة. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا.